أهلا بكم مشاهدينا وعدد جديد آخر من بين الصحافة والجماهير. يمكن ده عدد الصحافة فيه ليها دور كبير كالعادة، هو برنامجنا بين الصحافة والجماهير، ولكن أشياء كتيرة جدا تم تناولها إلى أن وصلنا لهذا اليوم. بنتكلم عن مباراة مصر والجزائر. هل المفروض نتكلم ونقول لماذا يكرهوننا زي ما قال الأستاذ مصطفى بكري، ولا نتكلم ونقول وماذا بعد؟ هل الموضوع اللي حصل يرجعنا نقف تاني وما نتكلمش كرد فعل كطبيعتنا كشخصية مصرية، نيجي نقول ايه اللي وصلنا للحال ده؟ ايه اللي وصلنا ان احنا يتجري ورانا ونتضرب، الاخر موتور، الاخر يعني شواذ، لكن بنتكلم عن الشذوذ هنا فيما فعلوه. ما تم فعله ده نوع من انواع الشذوذ، مش موتورين، ده عدوا مرحله، لا دي حاجات شاذه جدا. تخيلوا ان هم بيتباهوا. جريده النهارده بتقول لك على المصريين ان هم ما يقولوش ان احنا اتضربنا، عيب، ده اللي يتضرب البنات والستات. يعني هم عندهم ما فعلوه بطوله. يعني فعلا المفروض ان هم الناس اللي عور اكتر، واللي ضرب اكتر، واللي شتم اكتر، واللي شتمت اكتر، واللي تجرد او تجردت من ملابسها قدام الناس اكتر، بقت هي اكثر بطولة. احنا مش هنمشي في ركاب الشتامين او في ركاب، ولكن تعالوا نشوف الموضوع بنظرة تانية. تعالوا نشوف الموضوع، هل ده الموضوع ده هيبقى بداية نقف مع انفسنا، ولا احنا هنلعب دايما وابدا على النسيان وعلى ان شعب هوجة وبعدين تنسى؟ لا، تعالوا نتكلم كده ونقول اللي كنا في فترات سابقة بنتكلم عن القومية العربية. دلوقتي الولاد الصغيرين بعد ما شاهدوه بيتريقوا. بعد زمان انتوا ملاحظين ان كنا كمان بنعمل الوطن الاكبر، وطن يا حبيبي، والاوبريتات بتاعت فريد الاطرش كلها عن العروبه وعن الاوطان ايام المد القومي والمد الثوري. بعديها العرب كل مره، طبعا احنا مش عايزين نعمم، ولكن الشيء الغريب في الموضوع يا جماعه كانت خلافات حكومات. يعني في مرات كتيره جدا كانت خلافات حكومات. بقالنا فتره خلافات شعوب. الشعوب كانت طول عمرها الشعوب العربية بمنأى عما تفعله السياسة، بعيد. لكن النهاردة بقت خلافات شعب. ليه؟ يعني أنا عمال أتصور، لا الجزائر ليها معانا هنقول بتبني سدود على نيل، ولا ليها معانا مشاكل، ولا عندنا ناس بيطردونا، ده كل ده اللي بيجرى لنا، ولا يفصلوا لنا الناس، ولا يجلدونا، ولا يبعتونا في نعوش، ولا يعدمونا، حتى لما نيجي نقول لهم والنبي استنوا شويه ده الناس دفعت، ابدا. يعني ما فيش بيننا وبينكم حاجه، ده بالعكس، ده اللي بيننا وبينكم كل خير. بعد الثوره الجزائريه اللي قعدت 132 سنه، يعني الاشاوس اللي احنا شفناهم بيجروا ورانا دول لو كانوا كده اجدادهم وبيعملوا ما كانوش قعدوا 132 سنه عشان يخرجوا الفرنسويه. لكن هم اسد علي وفي الحروب نعمه. ما بنقللش من التاريخ اللي الناس دي عملت كتير، ولكن كم من حفيد أساء لجدي. الشيخ الغزالي، إمام محمد الغزالي رحمة الله عليه، بعد الجزائر ما اتحررت فوجئ الراجل، فوجئ حاجة غريبة جدا، حتى اللي كانوا بيتفاوضوا مع الجزائريين بيتفاوضوا بالفرنسية. فوجئ الراجل الشيخ الجليل المحترم رحمة الله عليه إن مفيش خالص. الراجل قعد في الجزائر سنواتها الأولى ما بعد الاستقلال يعلمهم. عارفين الكام كلمة عربي اللي انتوا بتعرفوا تفهموها منهم دول؟ ده الشيخ الغزالي اللي حط اللبنة الأولى ليهم. مش هنتكلم على ما فات، هنتكلم على القادم. هل احنا هن على نفسنا فهن على الآخر؟ بيقول لك من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت من إيلام. هل احنا فرطنا فعلا؟ يعني هل احنا ده ناتج؟ طيب احنا عملنا ايه ليهم؟ يعني انا لما بتقعد تفكر كده، في بعض الناس ممكن تلاقي لك حاجة، لكن دول مش لاقيين لهم اي حاجة خالص. هل احنا لعبنا الماتش رياضة وهم لعبوا الماتش سياسة،
وكل شيء مشروع في الحب والحرب والسياسة. السياسة دائما وأبدا تفترض سوء الظن، وسوء الظن مش كله اسم، لا ده بعضه اسم وبعضه الآخر من حسن الفطن. هل احنا تعاملنا بقى بمنطق؟ يعني احنا هنجيبها من دلوقتي عشان نعرف نحط رجلينا. الناس دي اللي عملته، تخيلوا يا جماعة لو مفيش صوت وانت بتتفرج وشايف الناس سكاكين وبتضرب، مش ممكن هتقول دول ماتش كورة، بل مش ممكن هتقول عرب. يا أخي عرب ايه؟ ده انتوا خليتوها خل خالص. النهاردة بتيجي تشوف الصحف بتاعتهم مش هنقراها. أولا وزير الخارجية بتاعهم بيقول لك إن مفيش أي حاجة وجمهورنا كان جمهور مثالي. وزير الرياضة بيقول لك مفيش الكلام من ده. النهاردة صحيفة الجزيرة السعودية بتقول لك إن الناس هناك بيقولوا فين الكلام ده؟ الكلام ده ما حصلش. اللي عايزين نقوله في الموضوع ده إن إحنا بتجيلنا مرات كتيرة جدا نقف فيها مع نفسنا ونعمل. كان الأستاذ محسن محمد بالأمس بيقول لك كيف تنهض الأمم. في موقف من المواقف زي اللي احنا فيه ده متوحدين ومش متكررة. هتقولوا لي ان هي ماتش كورة؟ يا جماعة مش الغاية كورة. احنا الغاية كلها ان احنا توحدنا على حاجة. بقالنا سنين جدا شيع واحزاب. بقالنا سنين النقد في بعض الاحيان بيتجاوز حد النيل من الرموز. على فكرة مفيش قدسية، يعني مفيش قدسية بنضيفها الفرض، ولكن دعونا ننتقد بما يحقق الهدف. دعونا لا ننتقص من بعض الأشياء الموجودة. ولكن هنا النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه، بيقولوا بيعاملونا يعني احنا الأخ الأكبر. هم على فكرة كفروا بحتة الأخ الأكبر، بل كفروا بحتة الأخ. بعض الدول العربية ومش هقول أسمائها خرجوا يحتفلوا بفوز الجزائر، من حقهم. ولكن إذا كنت بتحتفل لتشجيع أهلا بيك، ولكن إذا كنت بتحتفل بشماتة فليه؟ يعني أنت ليه الشماتة؟ النهاردة هنتكلم ونقول هل آن الأوان إن إحنا يعني نقف كده مع نفسنا وقفة ونقول إحنا رايحين فين؟ كفانا رد الفعل، كفانا نشتغل وخمسة. احنا طول عمر شغلنا وخمسة، عمرنا ما كان في ميعادنا ولا إلا خمسة أبدا. أمور كتيرة جدا وقفتنا. ده موضوع. تعالوا النهاردة كمان هنتكلم عن حاجة، إيه اللي نقدر نعمله. طبعا الساسة لهم أمورهم والجماعة بتوع اتحاد الكرة هنكلمهم. تعالوا نفكر. احنا مش هنفكر ان انت تخش، لا انت تثبت. ده البعض إلى الآن مازال بيتحدث عما حدث مصطنع للجزائريين في مصر. تعالوا نتكلم. ما زلنا نخاطب بعضنا البعض، ما زلنا نخاطب أنا وإنت بنخاطب بعض. فاكرين صفر المونديال؟ قعدنا نعمل الكلام ده كله لينا احنا ولا عملنا حاجة ليهم بره. لما جينا قلنا ناخد بالنا، احنا هنا في بين الصحافة والجماهير ما بنرتديش ثوب بطولة على فكرة، لكن احنا قلنا وقلنا الكلام، قلنا يا جماعة ناخد بالنا، مش نودي بلطجية ولا نودي صيع، لكن ندي للحدث حقه. ندي للحدث حقه. تعالوا نشوف من اسبوعين قبل المباراة الأولى احنا قلنا ايه على المباراة الأولى، مش المباراة الثانية، لكي يأخذ كل من إنسان ليه مسؤولية ياخد حذره. هنشوف احنا قلنا ايه ونرجع. مش عايزين المبادرات توصلنا لمرحلة ان الجماهير يجيها نوع من التأثير السلبي عليها. قال احنا هيجونا الإخوة الجزائريين هنستقبلهم أحسن استقبال وكل شيء. سنوفر كل سبل الدعم المشروعة لفريقنا من أجل تحقيق الفوز، حتى لو كان هذا من خلال وضع لاعبي الفريق المنافس تحت ضغوط نفسية وعصبية. لغاية الأمس فقط ما زال الإخوة في الجزائر قلبوها تماما. المفروض إن هم هناك تصعيد وإحنا هنا نهدي. المفروض إن إحنا هندي ورود وهندي أشياء كثيرة جدا وهم بيحققوا أعلام، وإحنا مطلوب مننا إن إحنا نروح لهم كأننا رايحين حفلة كاظم الساهر، نروح لهم بالدباديب ونروح لهم بالورود. طب إزاي؟ والمفروض إن يوم 14 نوفمبر نخليه كرنفال،
طب ما نخليه اصلا يا جماعه 14 فبراير في الفالنتين دي، ولا زي ما قال زميلنا عمر طاهر في الدستور خلوهم يوم عيد الام 21 مارس. يا جماعه احنا خايفين للجمهور المصري، الجمهور المصري هو السند الاول مش اللاعب ال 12. تعالوا نتذكر كده الجزائر في مبارياتها اللي كانت معانا، فيما ندر فقط كسبونا بفارق مستوى، مرة بجماهير، مرة بتسمم، مرة بشماريخ، مرة بضرب، ومرات كتيرة بضرب. ليه المطلوب مننا احنا ان احنا المبادرات دايما تبقى احنا لما تكون عندنا؟ ليه لما تكون المباراة هناك ليه ما بنسمعش المبادرات؟ النهاردة المطربة وردة الجزائرية بتعاود وبتذكرنا تاني ان انت اسمك وردة الجزائرية. والله احنا ما قلنا عليكي وردة المصرية، وردة الجزائرية حقها. فاكرين حقها ولا مش حقها بتاعت رؤى في فيلم العار؟ لا، هي حقها. ده قلناه وقبل كمان الاشياء كتيرة جدا، يعني قبل مباراة الخرطوم، بل قبل المباراة اللي كانت هنا في مصر. وساعتها في بعض الناس قالوا يا جماعة انتوا بتصعدوا وانتوا بتهولوا. احنا لا صعدنا ولا عملنا، احنا بنقول لكل حادث حديث. وبيقول لك وحلم الفتى في غير موضعه جهله، يعني الحلم في غير موضعه جهل. يعني لما تيجي تتضرب يا جماعة، ليه امتى بقى إذا ضربك أخاك على خدك الأيمن فأعط؟ لا، مش هندي لحد خدنا الأيسر تاني، كفايانا بقى، خدنا الأيمن تعب والأيسر تعب، كفاية. يعني احنا كفاية كده، كفاية. وأنا يعني من المرات النادرة جدا إن أنا بحب أخلط الأمور. يعني أنا كنت بتفرج على خالد امبارح، خالد الغندور، ومكالمة السيد علاء مبارك. من النادر جدا إن أنا بحب أحشر. أنا ما بحبش هنا في برنامجي أحشر الأمور وأخلطها في بعض، ولا من شلة الهتيفة ولا المطبلين، ما بحبهاش. ولكن الراجل قال كلام محترم جدا، قال كلام حلو. نسيت أنا خالص إن ابن سيادة الرئيس، ونسيت خالص أنا أتكلم، وهو الراجل قال في الآخر أنا المواطن علاء حسني مبارك. قال كلام جميل، قال كلام ندعو الله، قال كفاية بقى، كفاية بقى اللي بيتعمل فينا، وكفاية بقى مش هنفضل طول عمرنا كده، وكفاية كفاية اللي قالها دي. يا رب يا رب تصل للجميع وتبقى بداية. كفاية بقى كده، كفاية. ونبدأ بقى ايه؟ اللي يعملنا وحش نعمله وحش، اللي يعمل لنا باب نخش منه في المطارات بتاعتهم نعمل لهم باب، اللي يعمل لنا كفيل نعمل له كفيل. ما مش كده يعني، لازم يعني. هو الأخ الأكبر مطلوب احترامه ولا مطلوب إهانته؟ هو الأخ الأكبر عودونا أهالينا إن احنا نحترمه ولا إن احنا نهينه؟ مش كده يخلطوا كل شيء بشيء. تعالوا نشوف النهاردة الأستاذ مصطفى بكري بيقول لك لماذا يكرهوننا؟ تكرهونا ليه؟ بيقول لك لا، أستاذ مصطفى سافر راح الخرطوم، بيقول لك لا أكاد أصدق ما رأيت آلاف الجزائريين يقطعون الطرق في شوارع الخرطوم، يمسكون بالأسلحة البيضاء ويبحثون عن الباصات والسيارات. بيقول لك دي أهم حتة، خطة محكمة تقف وراءها دولة وليس مجموعة أفراد دفعوا بالكثير من البلطجية وخريج السجون إلى السودان. الرئيس بوتفليقة بنفسه يأمر بنفسه بإرسال 3000 من القوات الجزائرية. الكلام ده اتقال كتير، والكلام ده انتوا على مر الأسبوع بنتكلم فيه. طيب، هل كان المفروض مننا احنا ان احنا نرسل زي ما هم أرسلوا؟ مش طبيعي، مش طبيعي. لكن كان من الطبيعي هنا دولة أدارتها، هنا اتحاد الكرة المصري بتاعنا احنا بنثق فيه، رئيس الاتحاد المصري. وبعدين رئيس الاتحاد المصري بالشيء يذكر. البيان اللي أصدره ان احنا مشينا من شمال أفريقيا، ده اتحاد وهمي يا كابتن سمير، ده اتحاد وهمي. ده اتحاد في تاريخه كله ما عملش الا حاجة واحدة، انه وقف إبراهيم حسن. يعني تاريخ كل الاتحاد ده شمال أفريقيا، انت حبيت تجامل راوراو على ايه مش عارف، مع ان الراجل انت عارف كابتن سمير، انا بوجه له الكلام ده. انت عارف ان الألم بدأ من امتى من المباراة دي؟ مش من يوم ما شفنا الجماهير. الألم من يوم ما انت طالع وبتقول ده الراجل ما رضيش يسلم عليا، تروح له انت فاكر نفسك هنا وبوس دماغ اخوك وبتاع الناس.
يا جماعة ماشيين بخطة محكمة. الراجل مرضيش يسلم عليه عشان تفضل زي ما هي الثورة بتاعت الناس اللي عدينها في الجزائر ثورة. اللاعبين لو أخدتوا بالكم، اللاعبين ما رضيوش حتى يوصلوا، راحوا بعيد وهم بيعزفوا السلام الجمهوري. عايزين الجماهير دي مشحونة بحاجة معينة. تفضل الحاجة المعينة دي ازاي؟ في لازم في فلترة لبعض تصرفاتنا، لازم نقف ونقول احنا فين وعايزين ايه. بطلوا بقى رد الفعل بيبقى لينا، بطلوا. هنشوف الآن بعض المانشيتات وعالجت ازاي وشافت ازاي الموضوع ونرجع تاني. مانشيتات كتيرة جدا وهنتكلم عنها. وعلى فكرة أنا عايز أقول للسادة المشاهدين إن إحنا النهاردة فاتحين تليفونات للسادة المشاهدين. الأستاذ محمد رفعت مخرجنا ينزل التليفون. هنفتح تليفوناتنا النهاردة، هيبقى في التايم هو دقيقة لكل حد هنتكلمه. معانا سيادة النائب مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع. سيادة النائب أهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ خالد، اهلا بيك يا مرحبا. سيادة النائب أنا سؤال عايز أسأله لك وأنت سألته، بس هسأله لك تاني، لماذا يكرهوننا؟ يعني الحقيقة هذا المقال أنا طرحت فيه رؤية واضحة وقلت أن القضية لا تقف عند مباراة كرة قدم، ولكن الحقيقة أن هناك ثمة شعور أنا لمسته خصوصا في السودان بحالة شديدة جدا من الكراهية، خاصة من الأخوة الجزائريين. هذه الكراهية بالتأكيد لها مرجعيتها الثقافية ولها يعني مرجعيتها الإعلامية ولها بالتأكيد أمور متعلقة بما يقدم للمشاهد الجزائري عن مصر. واضح أن السلطة السياسية هناك تلعب دور مهم جدا في تسييس كرة القدم، بمعنى أن مباراة كرة قدم أصبحت وكأنها هي الانتصار الحقيقي الذي يجب أن يحققه الجزائريون على مصر. وهذا الأمر تكرر كثيرا في مباريات عدة وحدثت مشاكل متعددة، ولكن هذه المرة التي رأيناها هناك وخصوصا أكثر من 3000 من رجال الأمن الجزائريين الذين جاءوا بملابس مدنية وجيوش كاملة من البلطجية، لم تكن الحقيقة جماهير جاءت لتشجع فريقها، ولكنها كانت ميليشيات جاءت وكأنها تريد أن تبدأ حربا ضد المصريين الذين جاءوا فقط لتشجيع فريقهم بشكل متحضر وبشكل محترم منذ البداية، منذ أن دخلنا إلى الاستاد ونحن نسمع ألفاظا وعبارات ونرى يفطا وكلمات ربما لم نسمع مثلها قبل ذلك في مباراة كرة قدم أو غيره. سيادة النائب، كان العقل الجمعي يتحرك بقيادة واضحة ومحددة، وكان المطلوب بالفعل حرب شديدة على الجمهور المصري الذي تواجد، حرب معبأة من قبل إعلام كاذب في الجزائر، وظف بعض المواقف لحساب
سياسي ودفع بهذه المجموعات التي جاءت إلى الخرطوم وكأنها ستدخل حربا. سيادة النائب، أنا أعرف حضرتك منذ سنوات. نعم. لم أرى إلا اليوم مقال اليوم لماذا يكرهوننا. أنت كنت دائما وأبدا من دعاة القومية العربية، ودائما وأبدا أن العرب والعروبة أولا ثم تأتي أي شيء بعد ذلك. هل النهاردة يجب أن نناقش القومية العربية ولا أن نناقش لماذا يحدث هذا ولماذا كل هؤلاء الموتورين؟ أيهما يجب أن يناقش؟ أستاذ خالد، القضية ليست القومية العربية. القومية العربية ومصر القوة الرئيسية التي قادت العالم العربي نحو التحرر من الاستعمار ونحو مواقف قومية في مواجهة كل القوى التي تسعى دائما إلى المساس بالأمن القومي. القضية ليست القومية العربية. القومية العربية رؤية صالحة ومنهج وعقيدة لابد أن تحترم ولابد أن نسعى إلى الوحدة العربية. هل ما زالت القضية هي في الممارسة؟ القضية هي في الممارسة. القضية هي في من يتطاول على دور مصر. القضية في من يرون أن مصر بسعة صدرها وبقيامها بمسؤولياتها الكبرى الدهان. هؤلاء الذين يسيئون للقومية العربية وهؤلاء الذين يسيئون للعروبة. نحن مصريون ولكننا عرب. غيرنا ممارساته ليست عربية. نقول أنه الشعب العربي كفر بمصر أو غير ذلك. الشعب العربي يحتضن المصريين. لدينا العديد من دول الخليج، لبنان، سوريا، ليبيا، السودان، بلاد المغرب العربي كثيرة هي القوى التي تعتبر أن مصر هي قيادة هذه الأمة وأن تضحيات هي في سبيل هذه الأمة. هل ما زال هناك يا أستاذ مصطفى، هل ما زال هناك سيادة النائب أو هل ما زال الغالبية يعرفون قدر مصر فعلا زي آبائهم ولا أصبحت إيه؟ ألا يأخذنا الحديث وتأخذنا الأزمة إلى أن نسمح لمن يتطاولون على مصر بتنفيذ مخططهم. تمام. مصر كبيرة ومصر دائما ما عفوا الطرف الآخر. تمام. بنعتذر لكم وشكرا ليك سيادة النائب، بنعتذر ليك. لما كان الولاد الصغيرين لما بيجي يسمعوا يعني ايه القومية العربية، بيجي كده بيسألك يعني ايه. تيجي تقول له مثلا وحدة الشعوب العربية، يقول لك فين؟ ده انت مش عارف فين جالك ماله وهنا عملوا فيه ايه وهنا عملوا فيه ايه. المشجع الجزائري مسجل خطر. ده النهارده في المسائل، الهرم المسائي. المشجع بيقول لك بلومي أصاب طبيبا مصريا بعاهة مستديمة ونجاة الجوهري وجيل 2001 من مذبحة في عنابة. طيب انتوا النهارده محمد أبو العينين زميلنا العزيز في الأهرام المسائي بيتكلم ومؤرخ وجايب تاريخ وبيقول الحاجات اللي عملوها. طيب النهارده ملناش دعوة، هي طبيعة شعب ملناش دعوة، احنا لينا دعوة الناس تعاملنا ازاي. يعني انت طبيعة شعب ملناش دعوة. النهارده الناس دي يعني بتعمل في بلدها وبتعمل اشياء كتيره لكن ما تصدر لهالناش، مالناش دعوه، مالكش دعوه بينا. طيب ما زالت بعض المواقع وما زالت بعض، يعني انتوا النهارده ما زالوا هم لسه في طوبه اللي بيتكلموا عليها على مصر. المنتخب المصري او الاتحاد المصري لكره القدم المفروض ان هو هيقدم لنا بكره المذكره. كان قالوا المذكره في 48 ساعه قبلها وبعدين هي المفروض هتتقدم بكره، والبعض كان قال ان هي كانت تتقدم في المباراه اللي هي في لمراقب المباراه، دي حاجه ثانيه، ولكن دي هتتقدم للفيفا وهتتقدم للمحكمه الرياضيه وهتتقدم للجنه الانضباط. بالتاكيد المصريين همهم الاكبر مش الان ان انت تتكلم عن ماتش او تتكلم عن مستوى، لا مش هو ده. هي الناس النهارده بتتكلم عن طب احنا النهارده يعني حقنا، انت هتاخد حقك ازاي؟ في كذا جهه هناخد فيها، في كذا جهه هنمشي منها، بس نرجو ان احنا نتحرك بجد، ما نقولش كلام عشان الناس تعمل تهدئه وبعد كده الامور مفيش. هنطلع دلوقتي، معانا فاصل ونرجع تاني نكمل.
والله يا خوريه خايف يجوا ياخدوني مخالفه صفري تاني. كل شيء عندي ماشي بالنظام. ويا ترى نهاني منين؟ من الأوبرج. راجل نزيه، راجل شريف، محفظة الراجل. علمة وبلاد. أيوة هم اتنين صح. ايوه عم محمد البقال. يا ولد. شكرا. لا مش حرام تمولد ولا ايه؟ انت عامل وشك كده ليه؟ ما فكرتيش في حاجة؟ الدوري المصري الممتاز، أكثر قوة، أكثر إثارة، أكثر مواجهة. الدوري المصري الممتاز موسم 2009-2010 مختلف على شاشة نايل سبورت. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا. احنا في غمره الموضوع ده، يعني في البدايه كنا لازم نقول ان القرعه بتاعت انجولا بالتاكيد كنا هنستقبلها استقبال تاني خالص في حاله الصعود او في حاله عدم حدوث تلك الاحداث، لان كل الاحداث هانت فيما جرى للمصريين ليله مباراه الخرطوم. بالتاكيد ليله لا تنسى، يعني مصر وبنين ونيجيريا وموزمبيق. 4 دول اللي هم، ودول على فكره اللي خلونا احنا طبعا في البدايه كنا لازم نعتذر ان احنا طالعين في ميعاد مش في ميعادنا. احنا على طول ميعادنا الساعه 3، ولكن هي قرعه البطوله هي اللي اجلت، لكن ان شاء الله احنا في مواعيدنا عادي جدا الساعه 3، ولكن حاله استثنائيه عشان البطوله. دعوني ارحب بصديقي وزميلي الاستاذ لطفي السقعان رئيس تحرير الكره اليوم. اهلا بيك. اهلا بيك يا صاحبي. كنا بنتكلم وبنقول هل نتكلم ونقول لماذا يكرهوننا زي ما كنت عامل اتصال مع الاستاذ مصطفى بكري، ولا نقول وماذا بعد؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ ايه لازم نعمل ايه؟ انت كنت موجود هناك. كنت موجود معاهم كنت موجود. والله هو الواضح يا استاذ خالد، يعني انا معاك في مساله نتكلم من ماذا بعد. ماذا بعد هذه الاحداث؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في الاحداث وهنعمل ايه عموما؟ يعني في الاحداث هناك اكثر من شق يجب التطرق ليه، على اعتبار ان اتحاد الكوره يقدم مذكره بالاحداث مع الاتحاد الدولي. ايضا يبقى في دور للمهندس هاني ابو ريده اللي انا مش يعني شايفه مش فعال زي روراوه. يعني هاني ابو ريده لازم يبقى له دور زي محمد روراوه ما ليه دور. محمد روراوه علاقته بالاتحاد الدولي انا شايف انها اقوى. طبيعي عارف اعضاء لجنه النظام هناك علاقات دايمه بيه واتصالات دائمه. انا شايف ان هم منظمين اكتر، قدروا يخدعونا طوال الوقت انهم بيبحثوا عن المثاليه، وان دي ما يحدث في الاعلام الجزائري لا يمت صله بالشعب الجزائري ولا للمسؤولين في الجزائر، لكن الواضح ان المساله مرتبه على كافه المستويات في الجزائر. لا ده كل المستويات. ده يعني هي عشان نعمل بس، لا ده كل ده كل الناس. يعني ده حتى النهارده المثقفين مثقفو الجزائر. سيدة منهم من مثقفات الجزائر كان عندها عامل مصري طردته وقالت له ده انا ما احبش ان تكون يعني اذا كنا بنتوهم، اذا كنا بنتكلم ان احنا بنتكلم على فئة، لا ده حتى مثقفات منهن يعني ومنهم. يوم طبعا لم تشاهده من قبل، اليوم اللي انت شفته بتاع لا طبعا هو دي مش كوره، ده كان بعيد عن الكوره. يعني لو احنا بنتكلم في معركه حربيه يبقى نبقى ناس واقعيين شويه، ان دي معركه حربيه ملهاش علاقه بكره القدم. كره القدم لعبه تنافسيه زيها زي اي لعبه رياضيه، فيها تنافس شريف بين اي فريق، لكن الواضح ان المباراه كانت معركه حربيه واضحه المعالم. احنا من اول ما وصلنا واحنا قاعدين في السفاره استفزاز غير عادي. سيارات الجزائريين بتعدي علينا قدام السفاره،
كل شاهر سلاحه الابيض في محاوله لتهديدنا واحنا في بقت السفاره. الصوره الاشهر صوره السلاح دي، يعني صورة صوره السلاح. السلاح. يعني انا لسه بقول يا استاذ لطفي قبل ما حضرتك تدخل، لو احنا ما قلناش دي ايه كل هيتوهم اشياء تانية خالص انها كوره. لا طبعا دي يعني المفترض ان دي مش كوره، المفترض ان دي مش كوره. وبعدين مساله ان احنا هنفضل ناخد بيانات ونشجب ونعترض ونعبر عن استيائنا ونعبر عن غضبنا، هذا مرفوض. الرغبه الشعبيه لا اصبحت لها مطالب محدده في وقفه صريحه مع الجزائر حكومه وشعبا. يمكن ما اتخذ الى الان مرضي بعض الشيء. استاذ خالد انا اتمنى يبقى في افعال افضل يعني من الاقوال، يعني حتى الان هي اقوال. لم نصل بعد الى مرحله الافعال، وده شيء مهم جدا. ان في حاله غليان في الشارع المصري. لا والشارع المصري يعني ما زال بيتنقلوها على البتاع دلوقتي. انت النهارده ده انت قاعد بتتفرج، يعني انت الله يكون في عونكم وانتوا هناك وشايفين شويه البلطجيه. لا وفي تناقض غريب جدا، بلطجيه بسكاكين بمطاوي ومجموعه اخرى منظمه بتاخد اوامر. يعني انت عارف السيمتريه عاملين الناس مش ما بيلعبوش. لا هم منظمين. هم منظمين. انا قبل ما اسافر كنت مع الزميل معتز الدمرداش، فقلت له الناس دي مخططه جدا ومنظمه وعندها رؤيه لكل دقيقه في الايام اللي جايه بتحددها بتشتغل بيها ازاي. اولا هم نزلوا قبل المباراه ب3 ايام، يعني يكاد يكون احتلوا السودان كامله. استمالوا بعض الناس الفقراء في المناطق العشوائيه وادوهم تذاكر وادوهم اعلام الجزائر وادوهم شجعوهم بالفلوس ان هم كمان يشتروا لهم تذاكر. عشان كده تلاقي ان الجانب الجزائري كان واخد مساحه اكبر من الجانب المصري. احد اللاعبين منتخب مصر، اللاعبين اللي اجادوا، بكلمه بالامس قال لي كانت المشكله ان احنا هيئنا احنا هنروح هنلاقي نفسنا في استاد القاهره. تمام. نفسه كابتن حسن شحاته في الليله ما قبل المباراه قال لهم انتوا بتلعبوا في استاد القاهره فرع الخرطوم. تمام. الراجل كان واضح يعني. بيقول لي هذا اللاعب ولاعب قديم وكبير قال لي احنا هيئنا لده. سيبك من ما قبل المباراه، احنا نزلنا الملعب لقينا نفسنا ولا كاننا في استاد الجزائر. يعني تخيل، بيقول لك يعني حاجه ايه الناس يعني ما هيئناش لعيبتنا. ومش هنتكلم عن الافراح الزياده اللي كانت قبليها، هنتكلم عن النهارده. احنا الناس منتظره رد فعل، منتظره تقول. دلوقتي احنا هنبقى معانا تليفون كمان شويه بيحضره لنا الاستاذ محمود الشامي، هنعرف عملوا ايه، هنعرف اتحاد الكره عمل ايه. انت متصور ممكن توصل لايه؟ مش متصور. الاستاذ خالد المساله مش محتاجه تصور ولا سيناريوهات معينه ولا تصرفات. لا انا قصدي متصور مننا احنا. ما انا عارف. لا انا مش قصدي ماذا، لا مننا احنا. من اتحاد الكوره يعني. اتحاد الكوره مش هيعمل حاجه غير ان هو يقدم مذكره اتحاد دولي. تمام. يعني لان اتحاد الكوره تعامل مع المساله كمشاهد للاحداث. مع كامل احترامي الشديد، مسؤولي اتحاد الكرة كانوا في السودان قبل المباراة ب3 ايام، يعني كانوا اقدر منهم يحددوا موقفهم بشكل قوي ويحددوا اماكنهم بشكل قوي. لكن انت مش، انا ما شفتش حد افكر بشكل، كله كان يعني بيستعجب ماذا يحدث. يعني طب انت هناك وبتستعجب ماذا يحدث؟ فين الافعال؟ فين وجودك انت ككيان؟ فين علاقتنا بالاتحاد السوداني؟ فين علاقه الاتحاد المصري بالاتحاد الدولي؟ فين؟ يعني الجزائر بتستغل كل علاقاتها في فيمتو ثانيه. احنا ما بنعملش اي حاجه، يعني احنا متلقيين. انت هناك يا استاذ لطفي ما قعدتش كده بينك وبين نفسك وانت شايف الناس بيجروا وراك وجايين بسكاكين وجايين مش عارف بايه وطالعه في كل الدنيا السكاكين والحاجات دي؟ ما فكرتش للحظه هي الدنيا الناس دي ليه بتعمل كده؟ لا يا استاذ خالد اكيد فكرت يعني، بس في حاجه مهمه جدا. حاله الشحن في الجزائر غير عاديه. لا يعني مش ممكن يعني غير عاديه. واحد كوره مش تبقى دي مردودها. مش بشحن ده انا بشحن رياضه، بشحن سياسه، بشحن ضد رموز مصر،
مع كامل احترامي لما رموز مصر يتهانوا في الجزائر، معلش طب احنا مع كامل احترامي يعني احنا مين في الجزائر رموز عشان احنا نهاجمها؟ انا مش لاقي رمز في الجزائر عشان اهاجمه للاسف. مصر ما زالت هي الزعيمه، مصر ما زالت هي الام، مصر ما زالت هي الارض الخصبه اللي بتطلع علماء وبتطلع ادباء ومفكرين وفنانين واعلاميين وسياسيين. مصر هي يعني هي الامه العربيه. فما ينفعش النهارده انك انت تتطاول على رموزنا ونبقى بنتفرج عليهم. انا اتطاول على مين؟ طب انا قعدت افكر لما اجي اتكلم على حد من الجزائر هتكلم على مين؟ انا مش لاقي حد فيهم ان هو يعني فلتة يستحق ان احنا نتناوله بالحديث. بص احنا مش عايزين نعمل ابو قرش على ابو قرشين. انا ما بحطش ابو قرش على ابو قرشين. يعني احنا هنعمل ايه؟ لا بص يمكن انا مش متذكر، يعني يمكن انا بتكلم عن الجزائر قديما هتلاقي ناس قديما، يعني انت هتلاقي الامير عبد القادر، هتلاقي ابو ضيافه، هتلاقي بن بله، هتلاقي كل دول على دماغي، كل دول على دماغي. احنا عايزين، لكن انا بتكلم على الحديث دلوقتي. الحديث ما انا عايز اقول على شيء. الموضوع ده الكوره، يعني هل انت شفت ان ده كوره؟ يعني هل ممكن تحت اي ظرف ان ده يبقى كوره؟ لا طبعا مش كوره يا استاذ خالد، مش كوره ان انت تبقى عايش في تهديد طول الهدف من كرة القدم انك تستمتع بيها. الهدف من اي لعبة رياضية انك انت تبقى مستمتع بهذه اللعبة وبتشجعها عشان تكون سعيد، مش عشان تكون خايف من اي لحظة ان انت تتعرض للضرب او معرض للقتل او معرض لتشويه جسمانك. دي مسألة مش طبيعية. الكلام ده لو بيحصل على جبهة الحرب ماشي نصدق، انا في ماتش كوره مش ممكن يكون الكلام ده. وفي النهايه احنا بننتظر عقوبه من الاتحاد الدولي خلال ايام على ايه ممكن تبقى ايه؟ ممكن اكيد هتبقى غرامه ماليه على احداث اتوبيس القاهره. الاتحاد الدولي لم يرى ما حدث في السودان رغم وجود المراقبين ورغم وجود اكثر من مراقب من الاتحاد الدولي. لم يرى احد من هؤلاء ما حدث في السودان، ونحن كالعاده لم نتقدم بشيء. احنا هنكمل بس الاستاذ محمد هيحضر لنا نتكلم، هيحضر في فاصل بيتكلم عليه بعد دقيقه طالع، هنقعد نتكلم لغايه الفاصل ده ونقول لك ما خرجت بيه من تجربه السودان المريره بالنسبه لك بعد ما رحت هناك؟ لا تجربه السودان لها كذا شق. فيما يتعلق بالشق الرياضي، اولا لازم يبقى عندنا مسؤولين على قدر المسؤوليه، يكون في فهم لطبيعه مكان كل واحد. يعني انا استوعب ان المهندس ابو ريده راجل ممثلنا في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، انا ما شفتش اي رد فعل حتى هذه اللحظه. سمير زاهر رئيس اتحاد الكره، تحركات روراوا رئيس الاتحاد الجزائري، الخطوه بتاعت روراوا ب100 من سمير زاهر. بص فطبعا واضح ده الشق الرياضي. لكن ما حدث مش رياضي. يعني قله الادب عمرها ما كانت رياضه، الجليطه عمرها ما كانت رياضه. يعني احنا مش عايزين ان ده يتفخر علينا انه اكثر قله ادب، لا احنا مش قلالات ادب. لان الشق السياسي اللي انا ما جاتلوش بقى، الشق الثاني شق سياسي. من بدايه احداث القاهره لم يقم اي مسؤول سواء في مصر او في الجزائر بايقاف هذه المجزره الاعلاميه المتبادله سواء في القاهره او في الجزائر. مفيش حد اتحرك. احنا حتى بعد مباراه السودان لم يخرج الجانب الجزائري باي بيان عن الاحداث. لا قال ان هو بيستنكر ما حدث ولا بيشجب ما حدث ولا بيرفض ما حدث. في اشاره الى انه موافق على هذه الاحداث. والغريب ان رئيس العلاقات الخارجيه بالبرلمان الجزائري محي الدين عميمور بيقول ايه؟ بيقول لك هناك قله تسعى لتخريب العلاقات بين البلدين. ده يعني الكلام ده نزل امتى ان شاء الله؟ يعني صحى من النوم فجاه وعارف ان كان في احداث؟ كانوا فين من قبل كل الكلام ده؟ انت عارف ان في نواب، بيقول لك صحيفه العرب القطريه بيقول لك ان في نواب جزائريون يدعون لمقاطعه المنتجات المصريه. يعني انت الامور، طب اذا كنا قلنا الولاد دول باشكالهم دي دول منعدمي المعرفه والفكر وناس موجهين، طب الناس الكبيره دي، هل الناس الكبيره دي برضه مضحوك عليها؟ هل النواب مضحوك عليها؟ ولا هل الموضوع، طب انا عايز افهم، لو هم بيعملوا ده كله عشان نبعد، طب احنا لا مش عشان نبعد، امال ايه؟ دي بطولات مصطنعه ليهم، كل واحد يعني عايز هو بيزايدوا على بعض، بيزايدوا على بعض.
بيزايدوا على بعض، كل واحد اللي يشتم عايز أكتر. يصطنع بطوله ان اللي هيهاجم مصر اكتر هيبقى له تواجد في الساحه الجزائريه. دي خلاص بقت مزايده علنيه امام الجميع، مع كامل احترامي للجزائريين. اللي عايز يعمل حاجه يا جماعه يعملها، احنا ما عندناش مشكله، مصر مش هتموت من الجوع، ولكن عندما يتعلق الامر بكرامه المواطن المصري انا اسف. تمام. احنا استاذ لطفي قبل ما نعمل، احنا بنقول للساده المشاهدين احنا بنعتذر، احنا بنحاول نجري اصلاح في التليفون، يعني في عطل بسيط، بس ان شاء الله قبل نهايه الحلقه نتمنى ان احنا نلحق ناخد مكالمات. نرجع تاني ونقول انت لما نزلت الملعب، انت شفت الماتش وانت نزلت كده كنت قاعد في المدرجات، البدايه لما شفت الصريخ والجماهير والناس دي، ايه الشعور اللي جالك؟ انا جالي تليفون قبل ما ادخل الملعب. قالوا لي اصدقائي، قالوا لي ان الجمهور الجزائري مالي المدرجات ومفيش وجود للجمهور المصري. فانا قلت لهم يا جماعه الجمهور المصري في طريقه للاستاد، فما تقلقوش، احنا جمهورنا كتير جدا هنا، لكن هو في طريقه للاستاد، لان هم طبعا واضح ان الاخوه في السودان كانوا عاملين نظام امني بما يسمح ان هم بيدخلوا جزائريين الاول ويقفلوا الابواب هناك ويبداوا يفتحوا للجانب المصري على اعتبار ان ما يحصلش احتكاك عند منطقه الاستاد. فده كان واضح انه احنا دخلنا متاخر، بعد ما دخلنا كان واضح ان المساحه اللي مخصصه للجماهير المصريه ممتلئه عن اخرها. لكن الجزائريين في الثلاث ايام اللي قعدوا فيهم طبعا اشتروا تذاكر من النسبه المخصصه 20% اللي النسبه اللي بيخصصها الاتحاد الدولي للدوله المضيفه للمباراه. دي لوائح الاتحاد الدولي، فطبعا التذاكر معروضه في السوق، هم اشتروا التذاكر ديت تحت اي سعر، وقدروا ان هم يجندوا ناس هناك، يعني يجيبوا لهم التذاكر سودانيين. هذا برضو عشان ما حدش يفكر ان انا بهاجم الاشقاء في السودان، دول يعني اشقاء، عايز اقول لحضرتك عملونا معامله غير عاديه. احنا خرجنا ما لقيناش اتوبيس بتاعنا نركبه، فاخدونا في عربياتهم وادونا تليفوناتهم نكلم اهلنا في مصر عشان يطمئنوا علينا، ويعني ناس عشق مصر الى ابعد حدود. لكن اكيد هتلاقي ناس فقيره تحتاج الى الفلوس، فهم ضحكوا عليهم من منطلق ان هو بيدوهم فلوس عن كل يوم بيقدموا فيه خدمه للجماهير الجزائريه. فطبعا لما الجماهير الجزائريه واضح انها خدت مساحه اكبر بوجود السودانيين معهم، دول ساعدوهم. ماذا كان رد فعل اتحاد الكره ومسؤوليه وهم موجودين هناك مع البعثه؟ استاذ لطفي، انا بكاد يعني طبعا هم لاعبين وبتوعنا وخبره. من يونيو اخر مباراه لعبوها مع الجزائر حتى لما راحوا رواندا وراحوا زامبيا الدنيا مختلفه تماما. انا اكاد اجزم ان اللاعبين المصريين لاول مره يشاهدوا منذ يونيو، طبعا هم الناس مدربه، ولكن انت هيأت لاعب وقلت له انت هتلعب في بلدك، استاد القاهره فرع الخرطوم. فلما جيت فوجئت الحاجات دي بالتاكيد كانت لها ردود فعل. هل ما حدث من تداعيات بعد المباراه جعلنا ان احنا في اشياء كتيره لازم كنا نتكلم فيها؟ يعني انا مش عايز يبقى مولد الكلام، اسمح لي، انا عايز احدد المساله في ان انا اخرج من الموضوع ده بقضيه واحده هتكلم فيها. وهناك عده قضايا فرعيه مؤجله الى حين الفصل في هذه القضيه الرئيسيه. تمام. الافعال والجرائم التي ارتكبها الجمهور الجزائري دي رقم واحد. تمام. هنتكلم فيما يتعلق بالجانب المصري، فيما يتعلق بالجانب المصري في الخرطوم برضه له وقفه، وفيما يتعلق في المسؤولين في اتحاد الكره له وقفه، فيما يتعلق في اتحاد الكره بخصوص فريق الكوره برضه ايضا له وقفه. في معانا الاستاذ صلاح من القاهره، هنحاول بقدر الامكان نتحايل ونتعامل مع التليفون. الو استاذ صلاح، اهلا بيك. الو. ايوه يا فندم، مساء الخير. اهلا، مساء الخير. انا بحيي الشباب، بحيي قناه النيل، وبحيي الاستاذ لطفي السعاد، لان يعني بيتكلم في نقاط حلوه جدا جدا جدا. يعني انا هقول لحضرتك على حدث بس، يعني حدث مهم جدا يبين لنا ويبين للناس كلها ان احنا عندنا نقص في التخطيط، احنا ما عندناش تخطيط علمي سليم. حضرتك انا جالي تليفون يوم الاحد بالليل من احد الاقرباء ليا، وانا مش عايز اقول يعني مين هو بالظبط، ومن السودان، وقال لي على امور، قال لي ان الجزائريين وصلوا بكثافه رهيبه جدا
وجايين حاملين اعلام بطريقه مش، وكل واحد معاه علبه حلويات. لو قلت لحضرتك ان العلبه دي تتكلف 200 جنيه في مصر هتقول لي لا، هقول لك اكتر. واشتروا التذاكر اللي موجوده في السوق كلها. قال لي احنا كنا في استقبال، هو كان موجود ضمن الناس اللي بيستقبلوا الفريق، من ضمن هو على مستوى مسؤوليه يعني. استاذ صلاح مش هقول اسمه، بس المهم يعني كان بس حضرتك معلش دي تمام، اتفضل. فقال لي كنا في استقبال الفريق القومي، كانت في حفاوه فوق ما تتصور من الاخوه السودانيين في استقبالنا. اللي حصل تغير الحال وتبدل من اول وصول البعثه الجزائريه والمسؤولين. بصينا لقينا كل واحد جايب اعلام، بيدي كل واحد سوداني بيدي علبه حلويات، بيشتري التذاكر اللي في السوق كلها وبيفرقوها على السودانيين. استاذ صلاح خلينا نتكلم في سؤال واحد. اتفضل. وماذا بعد؟ انت شايف ايه؟ انا هقول لحضرتك حصل ايه بقى. طب انا هقول لحضرتك حصل ايه. انا اتصلت بالكابتن احمد شوبير في 3 4 5 رسائل، 5 مرات ما بيردش على التليفون. انا معايا التليفون الشخصي بتاعه. انا اتصلت 4 5 مرات يعني، وانا حزين وانا زعلان من الكابتن شوبير بهذا الكلام. بعت له رساله صوتيه، 3 رسالات صوتيه الفجر، قلت له يا كابتن شوبير انا فلان وهو عارفني. تمام. وعرفني معرفه شخصيه لانه حضر قبل كده فرح بنتي. واخد بال حضرتك؟ فحواها ايه؟ قلت له في اخبار مهمه عايز ابلغها لك. وبعدين؟ بس اللي حصل انه ما اتصلش بيا. خلاص، يعني انت ركنتها على ان الكابتن شوبير كان فيه. طب انت كنت ممكن بالتاكيد الكلام اللي انت كان وصل لك بالتاكيد وصل لناس ثانيه، انت يمكن خدت موقف ايجابي بعض الشيء، وكانت في حاجات والله كمان ومسبقات قبليها، يعني من 3 ايام الامور دي متشافه. شكرا ليك يا استاذ صلاح. هم اكيد اللي هناك برضه شايفين الحاجات الناس شايفين. وعلى فكره اخواننا في الجزائر اول ما وصلنا قالوا لنا، حكوا لنا على الوضع كله، حذرونا من الجمهور الجزائري، قالوا لنا خلي بالكم هم اشتروا كل السلاح الابيض اللي موجود. بس مش عارف اتصل. الاستاذ معتز الكبير ده لاعب نادي الهلال وصحفي في جريده الشاهد، وكان لاعب منتخب قومي. كان في كلام كتير، لكن للاسف هي في حاجه مش عارفين. فكل ده الاشقاء في الجزائر في السودان قالوا لنا عليه. فبالتالي ان المسؤولين في مصر كانوا اكيد عارفين الكلام ده. لكن لم يتحرك. لا مش لا انت قلت احنا يا استاذ خالد احنا الناس عارفه من كام يوم. احنا بنشتغل على رد الفعل. طبعا احنا لسنا مؤهلين للفعل نفسه. بس الامتى امتى احنا فعل امتى؟ هنعيش طول عمرنا رد فعل. لا دي مش هتفضل عيوب في كان الدكتور احمد عكاشه كان دايما يقول لك، اللي هو بتاع الطب النفسي، رئيس الاتحاد العالمي للطب النفسي، يقول لك ان الشخصيه المصريه شخصيه رد الفعل، لكن مش هنفضل طول عمرنا يعني. حتى الاجيال الجديده اللي بتتعامل دي نرجو ان هي ما ترث مننا. اتمنى ان ماتش الجزائر يدينا الشجاعه ويبقى عندنا الفعل نفسه بدلا من رد الفعل. المباراه كانت ليها حاله استثنائيه. المباراه كانت في شيء جميل كده، الشعب كله، بتلاقي الناس كلها. انا من زمان قوي ما شفت الشعب المصري مبتسم بجد والله. بتلاقي كده في حاله من الابتسام بهجه. ولكن حتى لما انقلبت واضح ان احنا ما زعلناش قوي على خروجنا، لان الناس ادت اللي عندها قد ما زعلنا. على هتعتبرها مهانه دي اللي احنا نجري في شارع، ولا بتعتبرها ايه؟ ولا بلطجه وقله ادب من الناس، ولا ايه بالظبط؟ هي اهانه لكل من ينتمي لمصر. اهانه لكل من ينتمي لمصر. فحان وقت وقف هذه الإهانات واتخاذ قرار صريح ومريح للشارع المصري. ايه هو؟ قطع العلاقات مع الجزائر. لا يا راجل، من وجهة نظري. لا ما انت برضه انا من وجهة نظري اذا كنا عمالين ما زالت التاريخ بيتندر على هندوراس وسلفادور. استاذ خالد لن تقوم لنا قائمة ان لم يكن هناك قرار رادع. انا يعني اسمح لي انا يعني احنا اللي عشنا، واعتقد انت راجل مثقف وقاري كتير وعندك اطلاعاتك، لكن فيما يتعلق بما حدث للمصريين انا شايف ان هو فوق الوصف يعني. لو حضرتك قريت النهارده مقال الاستاذ ابراهيم عيسى، انا قريت الاستاذ ابراهيم عيسى، كلام واضح يعني. لكن انا بحييه على اللي لكن الامور برضه النهارده طالما بنتكلم عن الدستور، انا النهارده يعني النهارده في كمان في الصفحه الاولى الكلام مكتوب كويس جدا على الصفحه الاولى ان في عقل. يعني برضه احنا عندنا الناس عاقله جدا، مش هو في عقل فين يا أستاذ؟ لا برضه انت النهارده
بيقول لك مبارك يرفض قطع العلاقات مع الجزائر ويصدر بيانا رئاسيا هادئا ووقورا. الخارجية المصرية تستدعي للمرة الثانية سفير الجزائر، وحجار يؤكد من العيب أن يشير لي المصريون بأصابع الاتهام. بيان الخارجية: أجهزة إعلامية هنا وهناك تتحمل مسؤولية التهييج والإثارة ولغة الشحن الإعلامي المريض، وحولت كلمة مصري إلى متهم في الجزائر ولفظ جزائري إلى مجرم. مجلة التايم نظام، لا كلام كتير. الخارجيه كانت فين من يوم؟ لا الخارجيه ده حتى كمان بيقول لك، حتى كمان الناس لما قالت لك كنا بنروح نستنجد كانت في حاجات بالسفاره. انت مش كنت هناك؟ اخواتنا اللي محجوزين في الجزائر نعمل فيهم ايه ان شاء الله؟ هنسيبهم كده هناك؟ هنسيبهم لسه رهائن عند الشعب الجزائري؟ طب كلمه كبيره قوي ولا وين؟ مع ان البعض قال لك كتير جدا احنا كانوا يقدروا يبعتوهم ولا كانوا يقدروا يعملوه. الامور والتخريب والاشياء اللي حصلت دي كلها، مين يقدر يبعت يا استاذ خالد؟ اسمح لي اسالك السؤال ده وتجاوبني عليه. انا عايز اقول بس بتاع عشان الامور ندي كل شيء في نصابها. الاستاذ المهندس ابراهيم محلب كان في الجزائر ورجع، هو قال جملتين مهمين جدا. قال لك الناس بخير ومحدش مصاب، لكن حالتهم النفسيه صفر او حالتهم جدا. بس الان ان انت لما تبعت تجيب الناس وانت تبعت الناس اللي هنا تجيبهم، ما زالت الامور. هو الاستدعاء السفير المصري هناك ليه؟ الحفاظ على وتحميل المسؤوليه للجزائريين، الحفاظ على عارف حضرتك ان كم مواطن مصري وصل من مطار الجزائر النهارده؟ كام؟ 400 فقط لا قبل ما اجي لحضرتك. من 15,000 باين ولا هم كام؟ من 15,000. من 15,000 في 400 في اول رحله طيران جايه من الجزائر وصل 400 مصري قبل ما اجي لحضرتك. تمام، هنطلع بفاصل الان وبعدين نرجع. البرازيلي أحرف وأسرع وأمتع كورة في العالم، ملوك الملاعب. استمتع بماتشات لا تعرف سوى الهجوم المتواصل ومدرجات ساخنة ملتهبة في أكبر ملاعب العالم. على شاشة نايل سبورت لأول مرة حصريا في مصر. مساء السبت والأحد من كل أسبوع حصريا على شاشة نايل سبورت. خلف الدهشوري خلف ايه؟ طب عندك شقة؟ لا لو راجل ابن راجل تقف مكانك في عرض النبي. يروي حرامي وانا عملت لكم ايه؟ اضرب. ده انا كنت بحب صندل في مصر. ليه يا عم الحاج؟ الفراولة بتاع الفراولة. وطن أهل وعزوة وصحاب. النيل هو قانون حياتي.
حقيقتي؟ ما انت بندريه ومتعلمه في الجامعه. انت كويس؟ الصراحه يعني لا. ايه الدور يا راجل انت؟ عشان انا اللي حذرك كله الا سيره بنتي قطع لسانك. مفيش حد امك في الدنيا دي غيري انا. طبعا الغد كده تقدري تقولي لي سبب لجوازه؟ انا مش محتاج حد يربيني يا استاذ حسان عشان تقولي اتكلم بادب. الدوري المصري الممتاز، أكثر قوة، أكثر إثارة، أكثر مواجهة. الدوري المصري الممتاز موسم 2009-2010 مختلف على شاشة نايل سبورت. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. استاذ لطفي، احنا النهارده هل انت متخيل ان الناس هيبقى الغايه كلها عايزين ردنا، وعايزين احنا كل الناس النهارده زي ما توحدت وقالت مصر كلها توحدت وقالت عايزين حقنا وكفايه بقى، كفايه لغايه كده. ايه اللي ممكن يعني هنخش في دهاليز وهنلعب. انت عارف لو لعبنا مع الجزائر والماتش في اي حته تاني احنا خلاص بقينا مش عارف هل احنا بقينا هنا كده. وشفت الجماهير المصريه اللي راحت. طبعا احنا مش هننتقد ونقول ان الناس محترمه اللي راحت، لكن لكل حادث حديث. الدنيا معروفه قبلها ايه اللي هيجرى. انا حد قابلني تجربه شخصيه، يعني حد قابلني وانا نازل في بيان نزل كده كبار الاعلاميين والصحفيين والفنانين والفنانين والكلام، فالراجل توسم يعني فبيقول لي، فقلت له لا ده انت راجل اعلامي. قال لي لا انا مش اعلامي. المهم رحت شفنا الناس اللي هناك، شوف التشكيله اللي انت شايفها دي تشكيله تروح الاوبرا، ما تروحش ماتش زي ده معروف عنه قبل كده. الولاد بتوع روابط المشجعين اللي هم ما حدش فيهم معاه 2500 جنيه ولا الكلام ده، لكن مش رايحين برضو البلطجيه. برضو انا عايز اصمم مش هيفرضوا علينا ان احنا نودي ايه عشانهم، احنا مش زيهم. احنا مش مختلف مع حضرتك في بالعكس انا مؤيدك تماما في جزئيه واحده في هذا الموضوع تحديدا، في جزئيه ان انت ما بعتش. اولا الرحلات ما كانتش بفلوس عشان تعمل ازمه للناس لحد 2500 ولا. هنقف دي بس نشوف شيماء معانا. اتفضل وهنرجع تاني. الو شيماء. الو اهلا بيك. اهلا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. استاذ لطفي. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ انا كبنت مصريه محروق دمي. ليه كده؟ يعني الى اي مدى محروق دمك؟ هو كلنا محروق كتير. يعني حرام 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 اللي بيحصل فيهم هناك ده بجد ما ينفعش. دول مجرمين. دول مجرمين، ما ينفعش يتقال عليهم عرب، ما ينفعش يتقال عليهم مسلمين، ما ينفعش يتقال عليهم اي حاجه غير ان دول شويه مجرمين وبلطجيه بيتعاملوا فتقول عليهم جزائريين يعني. لا ما ينفعش. ما ينفعش يتعاملوا مع ناس حضاريين زي المصريين.
احنا يعني الرئيس هنا او احنا رحنا نشجع منتخبنا، ناس ارستقراطيين، ناس ممثلين ومطربين وناس محترمه، اصحاب الكرافتات الشيك بالظبط، ناس محترمه رايحين هناك بيشجعوا يعني منتخبنا يتعمل فيهم كده. ما ينفعش. احنا بجد يعني انا بطلب من الرئيس حسني مبارك اللي هو ابونا كلنا بجد بقطع العلاقات معاهم نهائيا. الطلبه الجزائريين في مصر هنا في الجامعات دول المفروض يروحوا بلدهم، لو عندهم شويه دم يروحوا بلدهم. ما ينفعش. ما ينفع. شكرا ليك يا شيماء. مش هتقدر تمنع الناس ان هي ما يسمعونه ويرونه. اخوانهم موجودين في الجزائر، اقل تعبير ليهم. نائب سيد جوهر كان موجود هناك في السودان، فقريت له حاجه كده بيقول لي احنا يعني مكتوب احنا اكتر حاجه عملناها ان كنا بنفر ونجري. يعني احنا من بعد 67 ما سمعناش موضوع الجري، ما فيش حتى يعني احنا يعني ما فيش انسحابات خالص. مش عارف، مش عايزين ندخل الامور في بعض، لكن سيظل الناس اللي موجودين في الجزائر يعني هم مش عارف هل دي تبقى ماسكه لينا ولا ايه. يعني هو وجودهم هناك انا طبعا انا قلقان جدا طبعا. بس هي ما فيش ازمه اصل ولا حاجه. انا هستدعي ناسي وهو عايز ياخد ناس وياخدهم، انا مش مشكله. ان الجزائريين في مصر بيعاملوا معامله محترمه جدا، ده انت يمكن تفوق الوصف. ده من كتر اندماجهم انت مش عارفهم. ده هم يعني احنا هناك عازلنا في كامبونات، عازلنا في معسكرات هناك النهارده وعاملين الناس ما بتروحش شغل، الناس قاعده، الناس مستخبيه. يعني طب وبعدين؟ وده برضو قصور عندنا. يعني حتى هذه اللحظة لم يكن هناك تحرك إعلامي للجزائريين في مصر. ما أروح أشوف الناس دي عايشة إزاي وأدي صورة للعالم إن مصر يعني مهد الحضارة، إنها بتتعامل مع الناس باحترام غير عادي رغم ما حدث. ما جابهم رغم ما حدث. أستاذ إبراهيم حجازي جاب قبل ليلة المباراة بيوم، قبل ليلة المباراة جاب زوجة جزائرية وواحد مصري. اولا هي بقى لها 4 شهور في مصر، اتكلمت لغتنا حلو جدا وبقت وعايشه وقمه الديمقراطيه، هي لوحدها بتشجع وهم يعني. تخيل انت بقى لو العكس فاكر انت المصريه اللي قبل المباراه الاولى خدت عيالها ونزلت من جوزها الجزائري وكانت عايزه تنزل. تمام. اختلاف غريب جدا. هرجع تاني طبعا وعيد في الموضوع ده. كيف تكون هذه او ما حدث بداية؟ نعمل ايه؟ تعال نتكلم احنا، دع الساسة للسياسيين، وتعال نتكلم احنا مع ان الامور كلها داخله في بعض، ما تقدرش تفصل. دايما لما كنت بقول ان الرياضة ناتج اجتماعي وسياسي وثقافي كانت الدنيا بتتكلم. هو فعلا احنا نعمل ايه؟ تعالى نبدا كمبادره. انت عندك ناس مبادرات بداوها الفنانين اسعاد يونس وسمير الوسيمي والاستاذ ممدوح مع الاحتفاظ بالالقاب للجميع. احنا نعمل ايه كرياضيين؟ والله كابتن مصطفى يونس عنده تصفيات مع المنتخب بتاعه مع الجزائر. ده كويس ان القرعه بعدتنا في انجولا يعني. تمام. طبعا كويس. طب كويس. طيب ما هو يعني انت متخيل ان احنا هنبقى بعد كده في اي مباراه هيبقى في امان؟ في اب هيوافق ان هو يصفر ابنه الجزائر في اي تمثيل رياضي بعد اللي شافه في الفتره الاخيره من الشعب الجزائري والمسؤولين الجزائريين؟ مين كأب هيسمح لابنه انه يروح يسافر يلعب مع منتخب مصر ولا يلعب مع الاهلي او الزمالك او انبي او مين هيوافق؟ صعب. ما خلينا واقعيين يا جماعه. صعب. استاذ لطفي هنرجع تاني بس هنشوف زميلتنا العزيزه ايمان عبد الهادي رئيس القسم الرياضي بالمسائي. اهلا بيك يا كابتن ايمان. اهلا يا استاذ خالد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا استاذ لطفي. الحمد لله على السلامه. ازيك؟ انا شايف صورك منوره انت والاثنين الزملاء اللي رحتوا واطمنت انا كده، عملت اطمئنان على كل الزملاء في كل الصور. يا استاذ خالد يا والله انا عايزه اقول لك على حاجه. اقل ما يوصف للرحله دي انها رحله الجحيم. يا ساتر. يعني عايزه اقول لك العائدون من النار، العائدون من الجحيم، لاقصى ما تتكلم قول، لاقصى الالفاظ والمعاني قول. مش ممكن. بس عايزه اقول حاجه. قولي. ان احنا قصرنا في حق نفسنا. ازاي؟ متعمدين. ازاي؟ لا ده مع سبق الاصرار ده مشكله. ده انت تاخدي اقصى عقوبه. قولي لي ازاي؟ بالظبط. اقول لك على حاجه يعني إزاي؟ فين التحرك بتاعنا هناك؟ يعني كابتن سمير زي من اول ما سافر وكل الناس عماله تتصل بيه، مفيش اعلام، التذاكر هم بيشتروها. يقول لك مفيش مشكله يا جماعه، احنا هنا الاعلام جايه بكره على طياره الصبح، الاعلام جايه على طياره بالليل، التذاكر في التمام، السودانيين معانا. عايز اقول لك على حاجه ما تعرفش، هو ما كانش واخد باله. وفي حد كان
يعني ايه الغياب الرهيب دوت؟ مفيش. انا شفت نظره من الكابتن هاني ابو ريده عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي اللي هو المفروض اقوى من روراه بكتير، بعد الماتش ببص في عينيه، عارف الانكسار، عارف الحد اللي هو مثلا مش متوقع حاجه، اتصدم دي كلمه قليله قوي، عارف الحد اللي انكسر، عارف حد في ذهول مخطوف. بس عايز اقول لك يا ايمان، في الاول والاخر احنا اذا اتكلمنا عن كوره هي مباراه كوره. لا ده مش كوره. لكن احنا ما بنتكلمش عن ده. هل الاحساس البعض بالتقصير؟ هل احساس البعض انه كان يجب ان نفعل اشياء ما فعلناها؟ مش عارف. لما تسمموا هناك في الجزائر رجعوا قالوا كنا تمام مفيش حاجه. تاني يوم الماتش قالوا مفيش حاجه، لا عملوا محضر اثبات حاله ولا لجأوا للاتحاد الدولي زي ما هم عملوا. دول هم كسروا اتوبيسهم ولجأوا للاتحاد الدولي في ثواني. هم حضروا 300 سيناريو عملوه، سواء بان يلعبوا الماتش او يتعادل الماتش او يكسبوا او يتغلبوا او يبوظوا الماتش اصلا هنا في القاهره، كل ده عملوه. احنا بنشكرك يا ايمان جدا وحمد لله على سلامتك. ايه في النهايه تحبي تقولي يا استاذ لطفي؟ والله اللي احب اقوله اللي هو اللي مستنيه كل مواطن في شعب مصر، اللي هو عايز يسمع فعل. عايز فيلم هاني رمزي، عايز حقي. يعني الشارع المصري كله عايز ياخد حقه. عايز يشعر ان هناك من يحميه. عايز يشعر انه له قيمة في اي مكان خارج وطنه. هنبدأ نرجو ان نشعر. احنا يمكن في البعض كده في بعض الاشياء الداخلية، لكن احنا بيننا وبين بعض، لكن يعني احنا ولا ايه الحكاية؟ لكن قد تكون دي البداية. اتمنى ان يبقى في بداية. قد تكون. انا بشكرك. الله يخليك يا استاذ، انا بشكرك. النهارده الاشقاء والاصدقاء والكلام من ده بنسمع كلمة الشقيق والصديق بمزاجهم. يعني انت الاصدقاء كم من صديق؟ يعني احنا اذا اعتبرناهم اصدقاء ما هم اشقاء. كم من صديق زي سامري موسى، السامري اللي سابه وراح سيدنا موسى وراح جاب العجل وعبدوه، ولا يهوذا اللي باع المسيح، ولا في الاخر زي بروتاس اللي عمل مع يوليوس قيصر. فعلا يعني ولكن ما زلنا برضه هنقول مصر دايما وهتظل وهتكون دايما الكبيرة، شئت ام لم تشئ هي الكبيرة، هي كده مش بمزاجنا. التاريخ بيقول كده والجغرافيا بتقول كده وكل الدنيا بنقول كده. يا ما قعدنا نقول يا جماعة قبل الماتش يعني لا تجعلوا مباراة مصر والجزائر تمر فوق جثث الشهداء من الطرفين. كان فيه بس كان هيبقى من طرف واحد. بلد المليون شهيد واضح ان هي حبت تعمل شهداء. مع احترامنا لتاريخكم ومع احترامنا لصوركم ولأجدادكم، انتم مش احفادهم. من الناس دي مش ممكن يكونوا البلطجية دول احفادهم، ومش ممكن الاصل ده يبقى منه الفرع ده، مش ممكن ابدا. لكن سيظل دائما المصري هو كده. ولكن زي ما قلت في اول الحلقة، تعب خدنا الايمن والايسر من كتر الضرب. كفاية ارجوكم كفاياكم، تعبنا بجد. هناك منغصات كتير جدا علينا جوه وراضيين، ما تبقاش جوه وبره. بكره الحلقة اعادتها 4:15. شكرا لكم وشكرا لكل مجموعة العمل، وشكرا لمحمد رفعت وكول والحازم التوني وكل الناس اللي معانا. شكرا لكم والى اللقاء، ولكم تحياتي. سلام عليكم.